السلام عليكم، عاملين إيه؟ الزمن اللي إحنا فيه ده صعب أوي، عارفة إن التربية دلوقتي صعبة وتحدي صعب أوي، ساعات بتبقى في عندها مشكلة كبيرة ومأرقاها وعاملة لها مشكلة ومش عارفة تنام منها وابنها أو بنتها مغلبها جدًا، بعدين لما تيجي تسألنا فنديها إجابة وهي ممكن تكون مش متخيلة إن الحل ممكن يكون بالسهولة دي أو بالبساطة دي. آآ فممكن يكون الحل قدامكم وأنتم مش شايفينه، يعني ممكن يكون في عندنا مشكلة مع ولادنا بتقابلنا ومعذبانا معاهم، وخايفين منها وقلقانين منها على ابننا في المستقبل أو بنتنا، لأن الزمن ده منفتح جدًا، الناس يعني ما تقدرش تقفل على ابنك أو بنتك، الموضوع صعب جدًا. أنا عايزة أتكلم معاكم النهارده عن آمم حاجات كده بسيطة حصلت خلّتني أغيّر وجهة نظري عن إزاي نتعامل مع ولادنا وإزاي. هو أنا يعني من أيام ما أنا ما كنت في الكلية، كلية التربية، إحنا طبعًا مُربّيين للأبناء حتى من قبل ما نتجوّز ومن قبل ما يبقى عندنا ولاد، إحنا بنربّي ولادنا في المدارس، بنربّي ولادنا في الفصول، فإحنا بنتعامل مع كل طلبتنا على إن هُم أبناء، يعني لمّا بنلاقي فيهم حد عنده سلوك مش كويس أو عنده مشكلة بنحاول نساعده لوجه الله. فكنت متطوعة في دار للأيتام، نحفّظهم قرآن وكده. بعدين حصل موقف، أنا كنت دايمًا باحب أجيب لهم ألوان، أجيب لهم ورق تلوين، كراسات رسم، مش عارفة دفاتر تلوين، عشان الأطفال الأيتام يتبسطوا ويفرحوا، يبقى أنا داخلة عليهم بفرحة كل يوم لمّا أروح لهم، يفرحوا ويحسّوا إن أنا مِس زهرة جات بقى أنا كنت باحبهم أوي. فكنت كل مرة أروح لهم آخد لهم معايا حاجة زي ما باقول لكم كده إيه، مثلًا ألوان، المرة الجاية آخد لهم معايا صلصال، طبعًا يعني دار الأيتام ما بيبقاش فيها كل الحاجات دي يعني، كنت باحفظهم قرآن. المهم بقى اللي حصل إيه، إن في بنت من البنات جات مرة مش حافظة، اللي حصل بقى إن أنا إيه، البنت اللي مش حافظة دي مش فاكرة اسمها إيه بالضبط، طلعت مش حافظة فرُحت ضارباها عصاية، تمام، ضربتها بالعصاية على إيدها. البت عيطت وأنا زعلت أوي، 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 زعلت جدًا، لإن أنا أصلًا رايحة دار الأيتام علشان أفرّح الأطفال الأيتام، داخلة الدار علشان أدخّل لهم فرحة وأساعدهم وأعلّمهم، مش إن أنا أعيّطهم وأعاقبهم وأضربهم، فالموضوع ده زعّلني أوي. من يومها أنا قعدت أحاسب نفسي، قُلت أنا لازم أغيّر طريقتي في التربية، لازم الضرب يتلغي من القاموس، فكرة العقاب بالضرب لازم تتلغي من قاموس حياتي إطلاقًا في التربية، الكلام ده أنا مثلًا كنت في تانية جامعة والّا حاجة. بصراحة القرار ده غيّر فكري التربوي تمامًا. أنا عايزة أقول لكم إن إحنا طول عمرنا متربيين إن الأب والأم ليهم بقى أدوات العقاب والعصاية والحزام والشبشب اللي بيطير والكلام الكوميدي اللي إحنا بنقوله ده اللي إحنا اتربينا عليه، هذا ما وجدنا عليه آباؤنا، ده اللي إحنا متعودين عليه يعني. طبعًا لسه ما كانش في social media ولا فيسبوك ولا الكلام ده أصلًا. المهم قررت إن أنا إيه، أعلّم الولاد والبنات الأطفال في دار الأيتام بعد كده من غير ما أضرب خالص، حتى لو أعاقبهم بحاجة غير الضرب. فلحد هنا الكلام حلو ونظري، طب تعالَ بقى نتكلم في الكلام ده عملي، تعالَ بقى أنت معاك 20 قرد قاعد قدامك وأنت عايز تعلّمهم وتخلّيهم يحبوك وفي نفس الوقت ما تعاقبهمش بالضرب. طبعًا الضرب أسهل حاجة تخلّي العيال كلّها تترعب وتتسرع وتقعد في مكانها وما تتكلمش، لكن لمّا تيجي بقى أنت عايز تتعامل مع الأطفال دول هم بقى بطاقتهم وبحيويتهم وعايزين ييجوا وبيحبوك بقى، أطفال بقى وعايزين يتحركوا كتير ويلعبوا بقى ومبسوطين إن المِس بتاعتهم اللي هم بيحبوها بتلعب معاهم جات وكده، فالمفروض إن أنا كمان ما أقتلش الفرحة دي فيهم يعني وأحاول إن أنا أقوّمهم من غير ما أضربهم. فمن هنا بقى بدأت تيجي فكرة إن أنا أعمل أفكار للعقاب غير الضرب، يعني أنتِ دلوقتي لو عايزة تتعاملي مع ولادِك من غير ما تضربيهم، ابدئي شوفي إيه الحاجات اللي ممكن تعاقبيهم بيها وتقوّمي سلوكهم من غير ما تضربيهم. خدوا بالكم أصلًا العقاب معناه إن أنا عايز أعدّل سلوك الطفل، يعني العقاب إن أنا أعدّل سلوكه مش إن أنا أوجعه أو أأذيه، السلوك ده مش مقبول.
لكن مش غرضي من العقاب الأذى. قعدت أكتب بقى قايمة إيه هي الحاجات المكافآت اللي أنا ممكن أعملها للأطفال، وإيه هي الحاجات اللي أنا ممكن أعملها تعتبر تتحط تحت بند العقاب من غير ما تضايقهم، من غير ما تأذيهم جسديا. تمام، من غير بقى ما أقرص ولا أضرب ولا أعنف تعنيف في تهزيء بقى إهانة تأذيهم نفسيا، هم أصلا يعني مش ناقصين. يعني ده الطفل اليتيم ده يعني الدنيا كسرته من كل ناحية، هاجي أنا كمان بقى أحط عليه وأضربه وهزقه وأكسر كرامته؟ طبعا لا. المهم من هنا، من الحتة دي اللي أنا بقول لكم الكلام ده مثلا من 17 سنة ولا حاجة، يعني يعني مثلا أيام ما كان عندي 3 سنين كده مثلا، انتوا عارفين يعني مثلا ما عدتش ال20 سنة. المهم ايه، ان من ساعتها وانا قررت ان انا مع كل طلبتي ومع كل ولادي وبناتي ومع ابنائي انا بقى بعد ما اتجوزت وخلفت مش هتعامل بالضرب اطلاقا. تمام. فانتي اول ما تاخدي القرار ده، لو انتي بتربي ولاد، لو انتي عندك ولاد او طلبة في مدرسة او في درس ايا كان، بتتعاملي مع فئة الاطفال ودايما بتوصلي للحل النهائي للعقاب اللي بيسكتهم انك تضربيهم او ان انت ترعبيهم، ساعة ما تاخدي القرار انا مش هضرب، انا مش هستخدم الضرب في العقاب، انا هبدأ اعدل سلوكي، انا كمربي هعدل سلوكي مع الولاد دي، انا مش عايزة اذيهم، انا عايز اعدل سلوكهم. هتبدأ بقى تجيلك الافكار بقى، افكار كتير جدا. انا عايزة اقول لكم ان انت لو عندك شات جي بي تي اكتبي له انا عايزة افكار للتشجيع وافكار للعقاب للطلاب مثلا قد سن كده بدون ضرب، يا لهوي هيديكي مئات الافكار. ففي افكار كتير، ودلوقتي التكنولوجيا تقدر تساعدكم انكم تلاقوا افكار كتيره جدا جدا نقدر نقوم بيها سلوك ولادنا من غير ما نأذيهم جسديا. فبالله عليكم اول مبدأ عايزين ناخده مع بعض كده، اننا لما نعاقب بلاش نضرب، لما نعاقب بلاش نضرب، بلاش ضرب، من فضلكم بلاش ضرب، لان ده اكتر حاجة بتكسر شخصية الطفل، اكتر حاجة بتخليه ما يحسش منك بالامان وما بيثقش فيكي، لان انتي اكتر شخص الام، اكتر شخص المفروض الطفل يبقى مطمن لها لما يكون خايف من حاجة يجري في حضنك انتي، لما يكون في حد مخوفه او حد بيعمل له حاجة بتضايقه او بيتحرش بيه او بيعمل فيه اي بلوى يجي يحكي لك انتي، ما يبقاش بيخاف منك. فهنا الفكرة ان انتي لازم تبقي المكان الامان، ما ينفعش تبقي انت اللي بتضربي وانت اللي بتأذي. العقاب طريقة لتعديل السلوك مش للأذى، مش للأذى الجسدي. تمام، خلي ده مبدأ في حياتك في التربية من النهاردة. طب الأفكار بقى هنعمل ايه؟ ده حاجات كتير وهساعدكم فيها ان شاء الله. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة تانية. هو انا ليه اصلا لازم اعدل طريقتي في تربية ولادي؟ ليه لازم ابقى عندي وعي بطريقة التربية؟ ليه لازم افهم التربية ليها أساليب؟ ليه لازم أنا كأم أفهمها؟ طب ما هو العيال كلها بتتربى وخلاص وكله بيكبر وبيتخرج وبتاع وانتهينا. بس خدي بالك، شوفي انت كده، بصي كده حواليكي، بصي حواليكي على الناس، في كام واحد توكسيك ونرجسي وعنده بلاوي الدنيا ومؤذي حواليكي. شوفي حواليكي كده في الدنيا، شوفي انت لو بتشتغلي في مكان او بتتعاملي مع ناس، اتفرجي فيه كام شخص مؤذي، هتلاقي كتير كتير. في كام شخص حقود، غيور، ما عندوش شخصية، شخصيات مريضة فيها يعني أثر كبير من طرق التربية الغلط. طب احنا هنعذر أهلنا زمان إن ما كانش التعليم موجود زي دلوقتي، ما كانش الأبحاث والدراسات العلمية موجودة زي دلوقتي، فده بقى من حظنا، ده حظنا الكويس إن في حاجات توجهنا وتساعدنا إننا نربي ولادنا صح. خدوا بالكم بقى من الحكايه دي، يعني اهلنا احنا ما نجيش بقى نلقي اللوم على اهلنا زمان، نقول انا اهلي كانوا بيضربوني، انا اهلي كانوا بيظلموني، انا اهلي كانوا بيفضلوا اخواتي عليا مثلا. لا، انسوا بقى الكلام ده، لان احنا اهلنا زمان الى حد ما كانوش متعلمين تعليم كافي، وما كانش قدامهم وسائل معرفه كافيه ان هم يطوروا من نفسهم في مجال التربيه وتعليم الابناء. تمام، ده فرصتنا احنا. فعايزاكوا دايما تاخدوا ده كمبدأ ليكم، ان احنا بلاش نلقي اللوم على
اهلنا زمان ان هم اخطاوا في تربيتنا، لكن الاخطاء اللي اثرت فينا، الاخطاء اللي خلت عندنا احنا يعني جروح في شخصيتنا، احنا نحاول ندرك ايه الجروح اللي في شخصيتنا دي ونقومها ونصلحها، وما نعملش نفس الغلط في ولادنا. يعني لو ابوكي مثلا او والدتك كان قاسي جدا معاكي وانتي طفله، كان بيخليكي تخافي منه وتترعبي لدرجه انك مثلا طلعتي شخصيتك مهزوزه، لو ما كانوش بيقبلوا لا ابدا وكنت دايما مطيعه لدرجه انك ما بقيتيش تعرفي تقولي لحد لا، لدرجه ان انت بقيتي بتتاذي من الناس وتسكتي، ان الناس تحمل عليكي احمال زياده وتسكتي لانك مش متعوده تقولي لا، دايما متعوده انك تسكتي وتتحملي وتسكتي. فدي اخطاء احنا ممكن نكون واجهناها في واحنا اطفال واحنا بنتربى زمان. ما ترجعيش تكرري الخطأ مع ولادك. الحاجه اللي اتاذيتي منها ما تاذيش منها ولادك، تمام كده؟ فخلي دي برضو فكره عندكم، ما تاذوش ولادكم بحاجه انتوا اتاذيتوا منها. لو انت اتلسعتي من حاجه وجرحتك، ما تروحيش تعمليها مع ولادك. لو كان اهلك بيضربوكي ضرب جامد مثلا، ما تروحيش تضربي ولادك، انت شفتي اثر الضرب عليكي عامل ازاي. فاعملوا كده بالله عليكم. سعيدة بوجودي معاكم النهاردة، وإن شاء الله ده أول لايف لينا على التيك توك ومش آخر واحد. وإن شاء الله تكون بداية خير، بداية فايدة، بداية تواصل حقيقي ما بيننا وما بين بعض، لفايدة ولادنا وفايدتنا وتسهيل حياتنا إن شاء الله.